السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. بعد لما اتكلمنا عن الكوادراسيبت، اوكي، تشريحيا بالاربع عضلات بتوعها، هنتكلم عن حاجة بسيطة جدا جدا. اوكي، ممكن لاعب يقول لك انا عندي ألم في الأمامية او في الركبة، اوكي، وانت عملت الاختبارات بتاعتك وكلها سليمة، بس لسه في ألم. فاحنا خلي بالك ان الألم مش دايما في مكانه، ممكن يكون بسبب عوامل تانية. فانت لما تيجي تبص، او انت كاخصائي اصابات وتأهيل، لازم تبص ان الجسم كله شبكة واحدة، كله بيأثر في بعضه، كله بيأثر في بعضه. اوكي، وخصوصا مشكلة في الحوض او الجلوتس. يعني عندك مشكلة في الحوض، هي ممكن تسبب ألم في الركبة، او المشكله او ضعف عضلات الجلوتس برضو هتلاقيها بتأثر على الركبة. تمام. عندك مشكلة في الكتف، ممكن تظهر في دراعك. اوكي، برضو مشكلة في الفقرات العنقية، ممكن تلاقيها تظهر في ألم في ايدك، او مشكلة في رقبتك، الرقبة. اوكي، ممكن برضو تأثر في الكتف. فانت لازم تبص عن الحاجات دي كلها كجسمك كله حاجة واحدة. تمام. فمش كله في بعضه، او مش كل الألم في العضلة يبقى المشكلة في العضلة نفسها، لا، لازم تبص في حاجات تانية. ممكن تشوف مشكلة في الحوض، او مشكلة في الأعصاب. تمام. وعشان كده كل عضلة ليها اختباراتها الخاصة. في اختبارات سواء كان اختبار قوة للعضلة، اختبار مزق. تمام. في اختبار تعرف منه اذا كان المشكلة جاية من الاعصاب او المشكلة جاية من الحوض. اوكي، ان شاء الله هنحاول برضو نبسطها بكل بساطة شديدة جدا. طب تعال ناخد مثال بسيط جدا. ألم الركبة ده، اوكي، ممكن يكون مصدره من الحوض. ازاي بيحصل؟ لو الحوض حصل فيه بلفكت، او حصل فيه ميل، او حصل فيه عدم اتزان بين العضلات بتاعتها، ده هيأثر في ايه؟ ده هيأثر في عضلات، او هيؤدي الى ضعف عضلات الجلوتس. اوكي، فلما ضعف عضلات الجلوتس تكون ضعيفة، ده هيشد في عضلات الاي تي باند والتنسور فاشيالات، الاتنين هيشدوا. اوكي، طب لما الاتنين هيشدوا هيحصل ايه؟ هيحصل في دوران للفخذ، هيحصلها دوران. تمام، اللي هي بنقول عليها lateral rotation. طب لما يحصل دوران هيحصل ايه، او نتيجة في ايه؟ هيأثر على تغيير طريقة المشي. اوكي، والتحمل اكتر، او الحمل الزيادة ده، اوكي، هيبدأ يسمع في الركبة. فالركبة هتشيل حمل مش بتاعها اصلا. فهمتوا فهمتوا الفكرة جاية منين؟ شفتوا كذا حاجة او كذا ضعف ادت ان مشكلة في الركبة، مع ان الركبة سليمة، بس الفكرة كلها ان الألم جاي من مصدر تاني. فهمنا الحتة ديت؟ طب تعال نبص في حتة تانية. ايه العلامات اللي نخلينا نشك ان الألم من الحوض نفسه مش من الركبة؟ الألم هيزيد، تمام، مع الوقت. الألم بيزيد مع الوقت. أغلب الألم من العضلة نفسها هي بتحصل مرة واحدة، بعكس الحوض. ألم الحوض بيكون تراكمي. أوكي، فالألم بيزيد مع الوقت، وكمان بيزيد لما الشخص يقف كتير. أوكي، برضو لما الشخص بيقف كتير، الحوض هو بيحصل مشكلة فين؟ ان الحوض هو اللي ماسك الجسم كله، هو اللي ماسك الطرف العلوي بالطرف السفلي، فهو اللي بيثبت الجسم. فلو في مشكلة فيها بتأثر على حاجات كتيرة جدا. اوكي، سواء كان بتأثر على الجلوتس، او الجلوتس بتأثر على الركبة، الجلوتس بتأثر على الخلفية. تمام، الجلوتس بتأثر على الضمة اللي هي في عضلات والعضلة المقابلة ليها، فالجلوتس برضو بتأثر على الضمة.
برضو صابع رجلك الكبير او صابع رجلك الصغير ممكن برضو يأثر على الضمة او العكس. فهمنا الفكرة الجاية ازاي؟ حاجة بسيطة جدا، ايه هي؟ لو ما انت اغلب العضلات هي بترتاح لما تعمل لها حاجة اسمها ريليز. اوكي، طب ايه هي الريليز ديت؟ الريليز ده مصطلح، اوكي، او تكنيك بتعمله للعضلة عشان تعمل استرخاء للأنسجة بتاعتها. اوكي، بيتعمل من هنا الحتة دي كده اهو، مثلا دي عضلة اهي، فانت بتعمل ريليز، بتضغط على العضلة تسحبها لبره، او تسحبها لقدام، او تسحبها لورا لمدة فترة معينة من الوقت. دوت الريليز. معروف لما بتعمل للعضلة ريليز هي بتبدأ ترتاح. اوكي، بتبدأ ترتاح. طب لو ما ارتاحتش، لو الأمامية مثلا عملت لها ريليز او الخلفية اتعمل لها ريليز وما ارتاحتش، يبقى المشكلة هتكون جاية من الحوض، اوكي، او من العصب. طب تعال نبص للحوض. لو احنا عملنا ريليز للحوض زي عضلات ايه؟ زي عضلات الجلوتس، اوكي، او تنسو الفاشيالاتا، او بارفومس. تمام، لو اتعملهم ريليز وارتاحوا تمام. لو ما ارتاحوش يبقى كده المشكلة جاية من فوق، جاية من الأعصاب. فهمنا الفكرة؟ فلما انت لو عملت للركبة اختباراتها وكل حاجة تمام، وعملت عضلات للأمامية وتمام، اوكي، ولسه في ألم، يبقى لازم تبص على الحوض أو الأعصاب. اوكي، أنا مش عاوز أطول من كده، دي حاجات كده بسيطة جدا. وعلى فكرة لسه مشاكل الأمامية ما خلصتش، في مشاكل تانية للأمامية. اوكي، وهنحاول نخلص كل حاجة، سواء كان الحاجات ديت او نقاط التفاصيل البسيطة ديت، وبإذن الله هتستفاد، وبإذن الله هتعمل حاجات كتيرة جدا جدا جدا. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.